اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. انا الحقيقه تعبت على ما لقيت عم حنا. يعني الحقيقه بقالي فتره طويله بنحاول يعني ننسق وقت ان احنا نلاقي وقت احنا الاثنين فاضيين فيه عشان نعمل الحلقه دي. ناس كتير كلمتني وناس كتير فعلا عايزه تعرف، خصوصا الطبقه الصناعيه لما تيجي امريكا هتشتغل ازاي، مطلوب رخصه ولا مش مطلوب رخصه، السباكين والكهربائيه والنقاشين، وده تخصص عم حنا. يعني هو الثلاث حاجات دول بيفهم فيهم كويس. فالنهارده هيكلمنا في الموضوع، وان شاء الله تبقى حلقه مفيده للناس كلها. ازيك يا عم حنا؟ ازيك يا عم امير، انا اتشرف ان انا اتكلم معاك وشكرا على محبتك. احنا بنيجي هنا في امريكا بنبقى اول حاجه نبص لها الفلوس وكل حاجه، بس ما بنبصش ان احنا بنتعلم انجليزي ونبدا بدايه حسنه ونكون شغالين مع شركه او نخش الكليه ونبدأ بقى ايه ناخد دروس في الكونستراكشن، however for الكهرباء، سباكة، اي حاجة تبع المعمار بيتاخد لها هنا زي كلاس، وبعد كده بيشتغل مع شركة تكون بتدفع مش كاش، بتدفع شيكات علشان يعرف يتعامل ويعرف يتعلم في أمريكا. بس أهم حاجة إن هو يكون فاهم إن هو بيتكلم إنجليزي وبيتعامل إنجليزي مع الناس. مش أي حد يخش هنا أو أنا هعمل كونستراكشن واشتغل ومش عارف ايه، طبعا مش هينجح. النجاح لازم يبدأ من البداية، هيبدأ صح، يبدأ ان هو يروح كلية ويبدأ ان هو يتعلم، وبعد كده ممكن ياخد رخصة كهرباء، رخصة سباكة، الجنرال كونتراكتور اللي هو مقاول عام، بياخد الحاجات دي كلها ويتعلم حبة بحبة لحد ما يوصل، واللي يحط دماغه في شيء هيوصل له. طب قول لي يا عم حنا، هو يعني على سبيل المثال انا مش صناعي، السباك في مصر لما يجي هنا يعرف يشتغل يعني سباك على طول، ولا القصة هنا مختلفة؟ توصيلاتهم، مواسيرهم، يعني هنا كل حاجة مختلفة. الكهرباء شرحه؟ الكهرباء شرحه، لأن احنا عندنا في مصر كل الكهرباء مبنية على 220، وما عندناش حاجة اسمها جراوند، ما عندناش حاجة اسمها، يعني بيكون عندنا اوتوماتيك او حاجات زي كده. بس يعني هتكون اللي يتعلم في مصر الكهرباء هتكون ليه سهلة هنا شوية. بالنسبة للنقاشة، تاني النقاشة مش هتفرق يعني كتير. النقاشة، الراجل النقاش اللي من مصر يمشي هنا كويس خالص. يعني النقاشة في مصر لو صنايعي ممتاز في مصر بيطلع درجة أولى هنا. طيب لو زي ما أنا بديت في مصر، أنا كنت أساسي نقاش، فبديت من البداية وأنا سن 20 سنة. فابتديت أجيب، طبعا اتعلمت وفتحت شركة نقاشة في مصر وبقيت لي صيت في مصر. وأنا هنا راجل مقاول بتاع كله، من سباك لكهرباء لكل شيء، اسمه مقاول عام اللي هي اسمها جنرال كونتراكتور جنرال كونتراكتور. طيب لو حد لسه جاي وسباك لسه جاي خلاص معاه ورق، يعني هو معاه ورق ومعاه جرين كارد وجاي رسمي، يعني مش الليجل، وعايز يشتغل في السباك على طول، ممكن ينزل بيومية عند اي حد؟ يعني اي حد من يعني سباك مننا ولا حاجة ممكن ياخده؟ لو هو هينزل عند واحد مصري كاش ماني اتس اوكي. لكن ما فيش حاجة اسمها، لكن الاجنبي مش هيرضى ياخده غير لو معاه رخصة؟ الاجنبي ما يرضاش ياخده غير لما يكون معاه رخصة. وصعب ان هو يتحصل على رخصة من امريكا في سباكة. الامريكان اساسا ما بياخدوهاش لان صعبة جدا جدا. هي والكهرباء، يعني دول اصعب اتنين تصادفهم، الكهرباء والسباكة في امريكا. اللي في الكهرباء حاجة اسمها الكتريشن، اللي هي
يدوك فيه رخصة، وبعد كده ليها ماستر الكتريشن اللي هي الرخصة الايه العالية. طيب لو حد جاي وعايز يشتغل، عنده بيت واولاد لازم ينزل يشتغل، يعني يحاول يلاقي حد مصري يشتغل معاه، هتكون اليوميه كام يعني تقريبا لو هو لسه يعني لسه معهوش رخصه، لسه يعني بيخش له 120. عنده خبره شويه بتخش له 150. حاجه كده. هنا في بنسلفانيا، لكن نيويورك بتبقى اغلى طبعا. نيويورك بيبقى الاجر عالي لان المعيشه عاليه هناك والسكن عالي، كل حاجه غاليه. لكن هنا في بنسلفانيا تبقى انت وانت جاي لو جيت بنسلفانيا تبقى عارف ان انت تاخد من 120 ل 150 دولار في اليوم بالظبط. ودول معقولين ان هو يعيش بيهم يا عم حنا؟ صح كده. معقول. يأجر له شقه مثلا ب 1000 ونص ولا حاجه؟ لا ما فيش يعني. لو هو معاه عيله ياس. ايوه 1000 ونص الشقه تقريبا عشان تبقى حته يعني محترمه. طبعا عيشه محترمه، والبيئه ياكل ويشرب بيه وفواتيره، يعني يعيش اكيد. يعني يمشي حاله لغايه ما يبدا ياخد رخصه ويشتغل بقى في شركه امريكاني او مع مقاول امريكاني بالظبط كده. ياخد طبعا مرتب اكبر، لان هنا السباكين فعلا مرتباتهم عاليه جدا جدا، فوق الكلام اللي بيقولوا عم محمد. يعني السباك بيخش ساعه السباك بتعمل من 130 150 وطالع. ده الساعه يا جماعه، هو قال الساعه الواحده 150 اليوم، لكن لو معاه الرخصه بيقول 150 الساعه. ده لو هو سباك محترف. 150 لو هو فاتح شركه لحسابه. لكن هو لو اشتغل يعني معاه رخصه. لكن هو لو هو شغال بس كده مساعد ولا حد مساعد بيدي له 15 دولار في الساعه. هنا في بنسلفانيا يا جماعه، في بنسلفانيا. ممكن نيويورك توصل له بروبلي 20 دولار في الساعه، لان المينيمم ويج دلوقتي رفع شويه. الحد الادنى رفع. طيب ده احنا كده اتكلمنا الفتره يعني الحلقه دي لغايه دلوقتي بنتكلم على الشباب الصغير. ناس كتير يا محنا بتبعت لي تقول لي عندهم 50 55 57 سنه وعايز يجي يشتغل سباك او يشتغل كهربائي او حاجه زي كده. هل الكبير له برضه نصيب يقدر يمشي في الموضوع، ولا الموضوع صعب وشاق جدا في امريكا بالنسبه لفوق ال50؟ لا، الحاجه دي بتيجي تحت مقدرتك انت. تقدر تشتغل لو عندك 65 سنه وفي ان انت في دماغك هتعمل حاجه ممكن تعملها. يعني ممكن ينزل حتى باليوميه لغايه ما برضه ياخد رخصه وما يقسم من الدنيا. يعني هو يوميه مش هتوصلك للرخصه. الرخصه عايزه دراسه اقل شيء سنه. يعني لازم يشتغل ويدرس. ده اللي انا قصدي عليه. يشتغل ويدرس. ده اللي انا قصدي عليه، يعني يشتغل مؤقتا صنايعي عند اي حد او مساعد بقى مش صنايعي لغايه ما ربنا يكرمه ويدخل في كلاسات. يمكن في كلاسات اونلاين يعني. لا لازم يحضرها. لازم يحضرها. وغير كده النادر اللي هو بينجح في الامتحان. يعني صعب يعني الامتحان. صعبه قوي قوي قوي. بيدوا لك ليميت وقت، وبيدوا لك اسئله كتيره، وفي اسئله كتيره هتحيرك ومش هتعرف تاخد الرخصه. صعبه خالص. اللي بتحصل على رخصه كانه بتحصل على شهاده دكتوراه. هو هنا يعني كل ما له علاقه يا جماعه بالحياه، بحياه الناس يعني ومصائرهم بيدققوا عليه قوي. يعني الدكتور بيفحطوه عشان يبقى دكتور برضو، لانه هيتعامل مع جسم بني ادم. هنا برضو الصناعي اللي هيتعامل في كهرباء ولا هيتعامل في سباكه ما بيخلوش الصناعي يعني يطلع كده اي حاجه، يركب اي حاجه ويعمل اي حاجه وبعد كده يأذي الناس بيها، او يكهرب حد، او يعمل قفله في البيت، او يولع في البيت، الله لا يقدر. فبيقوموا عايزين يتاكدوا كويس قوي، يا اما هو شغال تحت واحد معاه رخصه يبقى مساعد، او لو هيشتغل بقى صاحب شركه يكون دارس وبيعصروه زي ما كده قال عم حنا. يعني القانون هنا قانون، وكل حاجه ليها قوانينها. بالنسبه لازم يكون معاك تأمين. تأمين يغطي الشغل بتاعك. يعني أقل حاجة 2 مليون دولار 3 مليون دولار اسمه liability insurance. وغير كده لو في شركة كبيرة طبعا يبقى فيها worker compensation اللي هي إصابة العمل. لو عامل اتصاب يبقى هو متغطي بالمادة، بالفلوس اللي هو بتاع الانشورنس بتاع التأمين.
يعني هو يعني هو عم حنا عايز يقول ان هنا الدنيا لازم يعني لما تفتح شركه هتعمل تامين على الشركه بتاعتك وتامين على الناس اللي هتشتغل عندك، عشان لو في اصابه عمل التامين بيشيل وبيتحمل الكلام ده. طب يعني السؤالين الناس دايما بتسالهم، السن الصغير عايز يجي يشتغل صناعي، السن الكبير برضه قلت برضه مفيش مشكله. بالنسبه للفني التبريد التكييف عموما يعني سخن وبارد مطلوب قوي هنا يا عم حنا، بالتالي اكتر حاجه مطلوبه يعني. اللي هو اسمه اتش فاك. اتش فاك يا الاتش فاك هنا لازم في البدايه لازم يروح كليه برضو ويدرس، ولازم يعني الكليه ويدرس مش هتديله الخبره الزياده عن اللزوم، بس لازم يخش تحت اداره شركه تكون شركه كبيره عامة ان هي بتشيل شغل كبير، لان الاتش فاك بيعمل فلوس حلوة خالص. اقل شيء في يومية الاتش فاك بتعمل لها حوالي من 1000 ونص وطالع اليوم يا جماعة بتاعت فن التبريد والتكييف. 1000 ونص في اليوم. امريكا مش زي مصر. في مصر ناس كتير عايشة من غير لا سخن ولا بارد تكييف، لكن في امريكا ما في بيت ابدا ايا كان شكله او ايا كان يعني طبيعه الراجل فقير ولا غني، كل بيت فيه كولينج وهيتنج سيستم، ودول محتاجين صيانه، ولما تعملهم غالي الحقيقه، واي عطل فيهم يعني مجرد بس يزورك في البيت لو قال لك كلمتين بياخد $100 ويروح. لو ما عملش اي حاجه اقل حاجه ده لو عارفك يعني هياخد $100 هيبص ما عملش حاجه يعني. لكن لو عمل بقى بيتكلم في يعني 200 300 400 500 وانت عليك القطعه وبيقول لك القطعه مثلا $150 ويبقى هو ايه يحط لك كام ساعه شغل عليها يبقى $500. هو يعني هو بياخد شغله غير القطعه. ممكن تخش اكتر من كده بيعمل ممكن تبقى حاجه هايفه، لكن حلها وتركيبها سهل خالص. يعني فهم يعني انا رايي افضل طبقه الفنيين في امريكا. الكهرباء برضو نفس القصه، بتبقى الوضع فيها عالي في الاسعار، والسباكه برضو لان كل حاجه هنا تبع الكود. كلمه كود يعني بالمقاسات يعني زي مهندس بيبقى فيها الهندسه ماشيه بالتدقيق اكتر واكتر كتير، لان هنا ما ينفعش ان احنا نمسك مثلا ده حته زهره تتكسر من هنا، حته بلاستيك تتكسر من هنا. لا، كل حاجه ليها مواصفاتها وليها مقاييسها وليها الفنيه بتاعتها. طب يعني على العموم انتوا يا جماعه يعني اطمنتوا كده، اللي جاي جديد مفيش مشكله ان شاء الله يلاقي شغل مساعد لغايه ما ربنا يكرمه ويطلع الرخصه. ايا كان الفني اللي جاي احسن بكتير قوي 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 من الموظف اللي قاعد على مكتب، لان يعني هي صناعته، فهيجي هنا مش هيغير حاجه من حياته، بس هيعيش افضل وياخد مرتب احسن. فعم حنا يعني شجعنا النهارده ونشكره. انا بقول لكم ان كان الرب معنا فمن علينا. اللي هيجي ويحط ايده مع ربنا هيقف وهيعمل ويجتهد ويراعي ربنا في شغله ويسيبوا الكلام الفاضي، لان هنا الدنيا مفتوحه، ممكن البلد مفتوحه تعمل زي ما هو عايز يعمل. بس طالما ربنا معاك مستحيل ان انت ترجع لورا، هتتقدم لقدام وهتوصل. للجماعه اللي عايشين في امريكا هسيب نمره عم حنا بيشتغل في كل حاجه، هسيب لكم نمره تليفونه. وبرضو الناس اللي خدت الفيزا وعايزه تيجي لو حد عنده سؤال يسيب السؤال في التعليق، وانا هسيب الشانل بتاعتي مع عم حنا يقدر يجاوب على اي حد. لو حد عنده استفسار او سؤال يكتبه لنا في التعليق تحت. اديهم رقم التليفون. هسيب لهم رقم التليفون هكتبه على الفيديو. اوكي. فنشكر عم حنا. لو في اي سؤال انا تحت امركم. ماشي يا جماعه، اللي عايز يسال عم حنا هيجاوب على الحلقه دي. اي حد عنده سؤال فني يساله لعم حنا هيكون احسن مني في كهرباء، سباكه، هاردوود فلور، anything. اي حاجه لو انت عايزينها تسالوني، يكون التليفون معاكم، وان شاء الله انا هحاول ارد على التليفون واديكم المعلومات اللي هي الكافيه والصحيحه. شكرا يا عم حنا. شكرا لك يا عم امير، وشاكر فضلك خالص ومحبتك. لا العفو، شكرا على وقتك في القناه بتاعتك.
وشكرا شكراً. لمحبتك. شكرا يا عم حنا. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.